دلوقتي هناخد اكسرسايز على الليسن اللي احنا خدناه، بحيث ان احنا نطبق ونفهم كويس كل الاسئله، وممكن بيكون شويه افكار بتيجي غير الشرح. فيلا بينا. سؤال number 1 بيقول the number building of the number 9,231,043,204 is called A form. يعني النمبر دوت على الفورم بتاعتنا. احنا اتفقنا ان احنا عندنا standard form, word form, expanded form. سيبكوا بقى من short word form شوية عشان هي بتبقى هي الword form. ف standard form number by digit, word form number by letter, و expanded form اللي هي plus plus plus. هنا انا مش شايفة طبعا plus plus plus, فهيكون the standard form. letter B. number 2 بيقول the number 10,175,314 is written in the standard form A. او يعني بمعنى صح جمعولي النمبر ده. طبعا هو باختصار هو كاتبه اصلا، بس احنا هنكتبه على هيئه باي ديجيت يعني ستاندرد فورم. 10 مليون يبقى ال 10 في الفاميلي بتاعت المليون 175,314، وهتكون الانسر letter C، لان هي ديت اللي نفس الانسر يعني. طيب سؤال نمبر 3 بيقول what is the standard form of 18 million. بص انا بعمل ايه؟ 18 مليون. فانت حضرتك تبدا تكتب في النوت بتاعتك اول ما اسمع كلمه 18 مليون فبقف واكتب 18، ومعنى ان هي فعلت المليون يبقى خلاص المليون العيله خلصت خلاص، فبقول 18 واحط كوم. ببقى عارفه ان العيله اللي جايه هي عيلة الثاوزند، فبشوفه قال لي ايه في عيلة الثاوزند. قال لي 605,000. رحت اقف قلت ثواني، هو قال لي 605,000 يعني هحط في عيلة الثاوزند 605. رحت كاتبه 605. بعمل كوما، ركزوا معايا، بعمل كوما وابقى متأكدة ان الفاميلي اللي جاية هي الفاميلي بتاعت اللي ملهاش اب. فبقول طب انا احط ايه؟ ما قاليش حاجة. لازم تحط السانز بتاعتها او الاولاد بتوعها اللي هي مين؟ الوانس والتنس والهندرز. طب احط ايه؟ احط زيروز، ما هو مش قال لي حاجه. بالتالي يبقى انا حطيت ال 18 في عيله المليون كوما 605 في عيله الثاوزند. طب والعيله اللي ملهاش اب 000، بالتالي هتكون نمبر A. اللي بعده بيقول لي سؤال نمبر 4 the standard form of 5 مليون. رحت وقفت قلت له ثواني، يعني هكتب 5 في الفاميلي بتاعت المليون 5 واعمل كوما. ببقى عارفه ان في 2 فاميلي جايين، الفاميلي الاولانيه بتاعت الثاوزند والفاميلي الثانيه اللي هي العيله اللي ملهاش اب. طيب اوكي، ابص بقى اللي هو مديهوني، وخلي بالكم كل فاميلي لازم تكون فيها 3 اولاد اللي هي الوانس والتنس والهندرز. طب حد جه قال لي طب ميس ما انت كتبتي 5 في عيله المليون بس وما كتبتيش ال3 اولاد، لان هو 5 على فكره انا ممكن اكتب 5 واحط جنبها 2 زيروز على الشمال، فيبقى الهندرز فيها 0 والتنس فيها 0 والوانس فيها 5، بس مفيش حاجه اسمها 005 فهي اسمها 5 فهي 5. طب الفاميليز اللي جايه انا بمهد للي جاي ليه؟ لان هو قال لي 5 مليون فكتبت 5 في عيله المليون وعملت كوما. طب قال لي ايه بعديها؟ 36,000. انا عارفه فعلا ان العيله اللي جايه هي الفاميلي بتاعت ال1000. طب هكتب 36,000، رحت كاتبه 36. ففي حد مركز قال لي طب ميس انت قلتي 3 اولاد هما دول 2 بس، نعمل ايه؟ هنا لازم تبقى الفاميلي كامله مكونه من 3 اولاد، فهكتب في الفاميلي دي هكتب 36. طب الزيرو او الولد اللي ناقص ده الولد مين؟ طبعا ال 36 عباره عن وانس وتنس. طب ال 100 مش موجود لان انا فعلا ما قراتش 100، فاحط الزيرو مكان ال 100، فهتبقى 5 مليون وبعد كده اعمل كوما 36 عشان تبقى كامله من 3 اخوات. بعد كده انا عارفه ان الفاميلي اللي جايه برده مكونه من 3 اخوات، فنشوفها كاتب لنا ايه. كتب لي and 206، يبقى انا كده كتبت 5 مليون كوما 036 اللي هي 36,000 كوما 206، وهيكون letter B. سؤال number 5 بيقول لي the number 2 million.
رحت كاتبه. انا على فكره ماليش دعوه بالتشويسز خالص، انا دايما اقول لاولاد عندي مالكوش دعوه بالتشويس، لانه ممكن يلخبطك. انت ساعات ممكن تكون شاطر فمش مركز فبتختار اي حاجه. لا، انا بقول 2 مليون، رحت كاتبه 2 في عيله المليون. بعد كده العيله اللي جايه المفروض عيله ال 1000 اللي هي مكونه من 3 اخوات، فقال لي فيها 300,000، يعني كتبت 300 في الفاميلي بتاعت ال 1000. يبقى كده 2 كوما 300 كوما العيله اللي جايه فيها 3 اخوات. قال لي فيهم ايه؟ ما قالش حاجه، يبقى احط الزيروز بتاعتهم. يبقى 2,300,000. طب والعيله ملهاش اب ما كتبش فيهم حاجه، يبقى هكتب فيهم 3 زيروز. هتبقى letter A. next السؤال اللي بعده بيقول number 6 9,600,000 قال لي equal بس. طبعا التشويسز كلها ستاندرد فورم النمبر باي ديجيت، ركزوا معايا وما تبصوش في التشويسز. برضو هنقول 9 مليونز، يعني هحط 9 في الفاميلي بتاعت المليونز وهعمل كوما، وعارفه ان في 2 فاميليز جايين، الفاميلي الأولانية بتاعت ال 1000 والفاميلي التانية اللي ملهاش اب. طب هبص هو قايل لي ايه؟ بدأ يقول لي في عيلة ال 1000 قال لي ما جابليش حاجة، انا عمالة ادور على كلمة 1000 مش لاقياها، فهكتب 3 زيروز. ركزوا، لان مفيش حاجة في عيلة ال 1000 فانا لازم احط مكانها، لازم مكانها يبقى موجود، عشان عيلة المليون هي العيلة التالتة. طب العيلة التانية مش موجودة فبحط مكانها 3 زيروز. بعد كده العيله ملهاش اب ما بيجيش وراها حاجه طبعا، فقال لي 600، يبقى انا العيله اللي ملهاش اب هكتب فيها 600. يبقى 9 مليونز وبعد كده 600 موجوده، وفي النص هيبقى في 3 زيروز اللي هي هتبقى لتر دي. سؤال نمبر 7 بيقول the number 1,235,127. وقفت وقلت ثواني، انا هكتب 1 مليار، يبقى احط 1 في الفاميلي بتاعت المليارد. انا عارفه ان المليارد دي الفاميلي الرابعه، يعني لسه في الفاميلي بتاعت المليون، ولسه في الفاميلي بتاعت ال 1000، ولسه الفاميلي اللي ملهاش اب. يلا بقى انا ليه انا هنا بقى بقول ايه؟ عشان ابقى عارفه انا هبص على ايه. بعد ما كتبت ال 1 مليارد عملت كوما وابص على العيله اللي جايه هي عيله المليون، وهدور هو كاتب لي ايه. قال لي 235، يبقى هنا هكتب في عيله المليون 235 والحمد لله كامله الثلاث اخوات، يبقى هكتب 235 واعمل كوما. طب الفاميلي اللي جايه بتاعت مين؟ ال 1000، فابدا ابص مش حاطط اي 1000، مش شايفه كلمه 1000، يبقى احط مكانها 3 زيروز عشان احط الفاميلي بتاعتنا عشان تبقى كل حاجه في مكانها. طب الفاميلي اللي بعدها 127 جميل موجود، يبقى وكاملين تمام مش هحط زيروز ولا حاجه، يبقى 1 مليار وعيله المليون 235 وعيله ال 1000 3 زيروز مفيش حاجه. وبعد كده عيله الملهاش اب اسمها 127، وبالتالي هيكون الانسر letter A. اوكي، سؤال نمبر 8 بيقول بدأ يكتب لي هو النمبر بالاكسباندد فورم لان هو بلس بلس بلس، وعايزني انا اعمل له اجمعه بالستاندرد فورم. طيب اعملها ازاي؟ بصوا هنا في بصراحه ممكن نعملها بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان احنا بنشوف دي في الفاميلي ايه وبنعملها، وفي بنعملها from right يعني من اليمين وبنعد الزيروز. هقول لكم الطريقه اللي بالنسبه لي عقلانيه اكتر، اللي هي اول سؤال اول نمبر بيقول لي 9، لازم اعرف النمبر ده في الفاميلي بتاعت مين. 9 مليون لان قدامها 6 زيروز، بلس ان دي العيله الثالثه اللي هي عيله المليون. العيله الاولانيه ملهاش اب، العيله الثانيه عيله ال 1000، والعيله الثالثه عيله المليون، والعيله الرابعه عيله المليارد. طيب هنا قال لي 9 مليون، فانا اروح حاطه 9 واعمل كوما زي ما متفقين، واقول العيله اللي جايه المفروض عيله ال 1000، فانا هدور هو كاتب في عيله ال 1000 ايه. قال لي 6000. طب في حاجه تانية في عيله ال 1000؟ لا. طب ما كده ناقص اخين، فاروح عامله ايه؟ الاخ الاولاني اللي هو الوانس موجود 6، طب التنس مش موجود، الهندردز مش موجود، فاحط مكانهم 2 زيروز. يبقى انا فروم ليفت هقول 9 واعمل كوما واروح عامله 006 لان ال6 ده موجود في عيله ال 1000 بس في الوانس، يبقى 9 وجنبها كوما 006. وبعد كده العيله اللي جايه عيله اللي ملهاش اب. طب عيله اللي ملهاش اب دي اللي هي ايه؟
برضو 3 اخوات، لقيته كاتب لي 50 و6. طب فين ال 100؟ مش موجوده، فاحط مكانها 0، فيبقى 0 56. تاني 0 56 عشان ال 50 دي في التنس اللي هي 5 في التنس وال6 في الونس، يبقى 9,006,056. تاني فهتبقى لتر دي. سؤال نمبر 9 بيقول لي برضه هو عاملها بالاكسباندد فورم وعايزنا نحولها لستاندرد فورم. مديني 5 مليون. ممكن نعملها المره دي بطريقه تانية بحيث ان انتوا تختاروا الواي اللي انتوا حابينها. ممكن المره دي نعملها فروم رايت. مش عارفه هتحبوها ولا لا، ولكن اختاروا الواي اللي حبيتوها. ناخدها فروم رايت، بمعنى انا هبدا الاول بالعيله اللي ملهاش اب. يعني مش هبدا المره دي بال5 مليون، انا هبدا بالفور اللي هي اخر حاجه خالص. الفور هل قدامها اي زيروز؟ لا، يبقى ده اول نمبر يتحط فروم رايت، 4 على اليمين. ناخد اللي بعده في 30. ما اسمهاش بقى 30 بالنسبه لي، 3 وجنبها 0. يعني معنى ان هي جنبها 0 يعني جنبها نمبر، يعني نمبر 1. طب ما الفور موجوده، فبعد خطوه اللي هي الزيرو، هو 0 1 يعني خطوه واحده، والخطوه دي موجوده اللي هي الفور، فبروح حاطه بعدها 3. بمعنى ان الفاليو بتاعت ال 3 هنا 30 لان جنبها نمبر 1 بس اللي هو 0 1 بس، نفس فكره الفاليو. طيب يبقى احنا كده حطينا الفور عشان ما جنبهاش اي زيروز، حطينا جنبها 3 عشان جنبها 0 1 اللي هو رقم 1 اللي هو الفور، يبقى عندنا خطوه وحطينا 3. طب ال 600 هعد خطوتين واحط ال6، فالخطوتين واحنا بنعد الفور كده خطوه، ال3 خطوه، يبقى بعديها احط ال6 زي ما احنا اتفقنا. طب كده انا لو تاخدوا بالكم اكتمل 3 اخوات، اروح عامله كوما وابدا اخد اللي بعده 5000. ال 5000 دي قدامها كام زيرو؟ 1 2 3، فهعد الارقام معايا 1 2 3 اللي هي الفور وال3 وال6 كده 3 اخوات تمام زي ال3 زيروز اللي موجوده، اروح حاطه ال5. طب ال 40000 فالفور جنبها كام زيرو؟ 1 2 3 4، فلازم انا وانا بعد الارقام الموجوده عندي لازم اعد 4 خطوات. فوانتوا بتعدوا هتلاقوا فعلا ال4 خطوه، ال3 خطوه، ال6 خطوه، وال5 خطوه، يبقى فعلا دول كده 4 خطوات على قد ال4 زيروز اللي موجودين، وابدا اكتب وراها ال4. طيب بصوا بقى اللي جايه دي، ال5 جنبها كام زيرو؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى لازم اعد 6 ديجيتس عشان اكتب ال5. فجيت اعد، ركزوا معايا، ال4 خطوه، ال3 خطوه، ال6 خطوه، ال5 خطوه، ال4 خطوه. لما جينا عندنا فوق عديناهم لقيناهم 5 خطوات، واحنا المفروض قلنا كام خطوه؟ 6 خطوات. يبقى هنا في خطوه ناقصه اللي هي الزيرو الناقص، لان هو قال لي 6 زيروز وانا عديت 5 ديجيتس بس. طب ناقص ديجيت احط جنبها ايه؟ بعدها على طول ايه؟ زيرو. يبقى انا هحط زيرو بعد الفور واروح حاطه بعديه ال5. يبقى انا تاني حطيت 4 بعديها 3 بعديها 6 بعديها 5 بعديها 4 بعديها 0 عشان يبقى 6 خطوات، وبعد كده اروح حاطه ال5. لو جينا نقسمهم كوما 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 عشان كل فاميلي تاخد مكانها، ال4 و3 و6 فاميلي، وبعديها 5 و4 و0 فاميلي، وبعد كده ال5. فيبقى لو جينا نجمع النمبر هنقول 5,045,634 اللي هي letter B. سؤال نمبر 10 بيقول the number 173,904,562 and standard form is. طبعا واضح السؤال 173 مليون، رحت حاطاه وحاطه كوما، عارفه ان في عيلتين جايين الحمد لله، العيله اللي بتاع اللي فيها 1000 موجوده 904، مش هحط اي زيروز ولا اي حاجه، بعد كده كوما، عيله اللي ملهاش اب 562. وبكده هيكون الانسر letter C. اوكي، اللي بعده بيقول لي number 11 the number 309,000
602. عايزه in expanded form. expanded form يعني همسك كل نمبر واحط الزيروز بتاعته زي اللي هي الفاليو وهعمله بلس بلس بلس. يبقى ال 3 هي في ال 100,000 يبقى 300,000 يعني 3 جنبها. احنا ممكن نعد بكل بساطه 1 2 3 4 5 يبقى 3 وجنبها 5 زيروز. خلي بالكم قبل ما انا ممكن ابص على التشويسز واخلص عشان احنا مش هنقعد نفنطها واحنا كده كده عارفين الاكسباندد فورم. فانا هبص على التشويسز. بصوا بقى اول تشويس بيقول لي 3 جنبه 3 زيروز، قلت له بس غلط اركن، انا عايزه 3 جنبها 5 زيروز فمش عايزه اول لتر ايه. اللي بعده لتر بي ال 3 جنبها 4 زيروز، قلت له لا برضو غلط. طيب يبقى احنا هنبص على سي وهنبص على دي عشان بس احنا برضو في كده في ذكاء يعني ما نقعدش نبص وخلاص ونتلخبط. لتر سي ال 3 جنبها 5 زيروز ولتر دي ال 3 جنبها 5 زيروز، يبقى احنا هنا محتارين ما بين دول. نخش على اللي بعده. الزيرو طبعا مش هيتحسب، نخش على الناين. الناين جنبها 3 زيروز، لو عدينا على اليمين بتاعها 3 زيروز يبقى موجوده في السي وفي الدي. الناين جنبها 3 زيروز 9000. طيب اللي بعدها 6 جنبها 2 زيروز اللي هي 600. السي موجود فيها 600 لكن الدي موجود فيها 60 وبكده هتكون الانسر الصحيحه هي سي. سؤال نمبر 12 بيقول هو هنا عاملها decomposed وعايزها composed بمعنى 3 by 1000 يبقى انا عارفه ال 3 هنا 3000 لان كاننا بنقول 3 by 1 3 ونحط جنبها 3 زيروز يبقى 3000 بلس 3 by 10 كاني بقول 3 by 1 3 وجنبها 0 1 يعني 30 يبقى هنا 3000 وهنا 30. طب جمعوها مع بعض 3000 30. طب ازاي بقى 3000 يعني 3 في عالة 1000 كوما هكتب 30. طب 30 دي مكونه من اخين بس انا عايزه اخ تالت يبقى هنحط 0 30 عشان ال 100 مش موجوده يبقى 3000 كوما 0 30 يبقى 3030 اللي هي letter B. اخر سؤال يا حلوين بيقول لي number 13 بيقول لي the composed number of 7 by 100,000 plus 2 by 1000 plus 3 by 100 plus 5 by 1. طبعا احنا هنجمع هيبقى اول حاجه معايا 7 by 100,000 احنا اتفقنا بنقول 7 by 1 7 ونحط جنبها زيروز بس مش حاجه اسمها احط جنبها زيروز. انا عايزه اعرف هي 700,000 ما 7 by 1 7 وجنبها ال 5 زيروز يعني في عيله ال 1000 يبقى 700,000 يبقى عيله المليون مش موجوده اصلا. فرحت قلت يبقى ال 7 معايا في ال 100,000. طب وال 10,000 مفيش هنا 10,000 يبقى احط زيروز 0 وبعد كده ال 1000 اهي 2 by 1000 يبقى 2000 يبقى هنا في اخين بس اللي موجودين في عيله ال 1000 لو خدتوا بالكم. ال 7 by 100 يطلع 700 وال 2 by 1 equal 2 يبقى 702 في عيله مين ال 1000 والتنس مش موجود فبحط 0 يبقى 702 اللي هي 702,000. طيب عيله اللي ملهاش اب المفروض برضو 3 اخوات مديني 3 by 100 يبقى 300. طب ومديني 5 by 1 5. طب والتنس مش موجودة ليه؟ يبقى هنحط مكانها 0. انا كده فاهم يعني واحنا بنحل لازم تكون فاهم. فيبقى 3 by 100 300 و5 by 1 5 يبقى 305 اللي هي 305 لان احنا التنس مش موجود فحطيت مكانها 0 يبقى كله على بعضه 702,305 اللي هي هتكون letter D. وبكده نكون خلصنا الاكسرسايز بتاعه الليسن اللي احنا خدناه النهارده وخلصنا كونسبت 1 واتمنى ان احنا نكون فنشنا خالص بطريقه لذيذه واشوف وشكم على خير. جود باي.